هو تونس يعلم جيدا الثورة ويفهم جيدا مفاهيم الثورة، لأن المجتمعات الثائرة تفهم المقاومة الفلسطينية، أما المجتمعات المنبطحة لا يمكن بتاتا أن تعطي ذاك يعني عدنا إلى التطاول. الموقف الرسمي الجزائري مثلا رحب وبارك العمليه التي قامت بها حماس، ولن يجرؤ او يذهب في هذا الاتجاه والا غيكون عصا. ويعرف الجزائري ان القيمه ديال الدوله ديالو والقدره ديالو ضعيفه جدا مع اسرائيل ومع امريكا. انت قريت البيان الجزائري يا استاذ ابراهيم؟ انت قريت البيان استاذ ابراهيم؟ انت قريت البيان الجزائري؟ ما قريتوش كامل، ولكن ما اعرفه فيه انه لم يبارك العمليه. شوف، ما وصلش للمستوى ديال البيان الايراني. البيان الجزائري خليني تحب نقراه لك الان؟ دير. طيب. تتابع الجزائر بقلق شديد تطور الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء الذين سقطوا شهداء في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها فرضا على الشعب الفلسطيني الباسل. وتدين الجزائر بشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الإنسانية ومراجع الشرعية الدولية. وفي هذا السياق تجدد الجزائر الطلب بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام الذي جعل منهم الاحتلال الصهيوني سمة من سمات احتلاله الأراضي الفلسطينية. كما تجدد الجزائر قناعاتها بأن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لب الصراع العربي الإسرائيلي، وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع من محن وويلات ومآسي يكمن لا ريب في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. هل حمل المسؤولية أيضا البيان الجزائري؟ لم يحمل المسؤولية، لم يساوي بين الجلاد والضحية. وأيضا البيان بيان قوي. أنا صراحة ضد أنا ضد قيس سعيد وضد انقلاب قيس سعيد في تونس، لكن أعجبني بيان الرئاسة التونسية. حسام البيان بيان سياسي دبلوماسي ما خرج في أي سطر منه على ما يقوله. علاش ما عملش بيان سياسي دبلوماسي؟ خليني نكمل البيانات الأخرى. خلينا نكمل. انا نقرا لك البيان ديال المملكه المغربيه وهو واضح. يقول البيان ديالو اعربت نفس الكلمات تقريبا، غير الجزائري كيزيد فيها شويه ديك الصهيوني، تيزيد فيها بعض الامور وكيملحها شويه باش يستافد، لكن في عمقه لما تعصر انت هذا البيان لن تجد فيه شيئا ذي قيمه كبيره يختلف عما يقوله كل العرب. فهو اعرب عن قلقه وطلب من المجتمع الدولي انه يحمي الشعب الفلسطيني ويدين المسائل التي يقوم بها الاسرائيليين وهذا عادي جدا. يقول اي واحد لقى امريكي يقول، لقى اي واحد يقول، جبرت المنظمات الحقوقيه الدوليه ستقول نفس الكلام. لكن ان تصل خليني نقرا البيان المغربي لانه في من طلب مني ان نقرا البيان المغربي. نقرا البيان المغربي، لكن ان يصل البلاغ او البيان الجزائري الى مستوى ان يتماهى مع العمليه ويرحب بها ويعتبرها شرعيه، والله ما يقدر يديرها البيان الجزائري. طيب نتمنى انه المغرب مثلا السلطات المغربيه انه تكمل يعني هالمسار هذا الرائع اللي تحدث عنه بتجميد التطبيع مع الكيان الصهيوني. جاوبك بصراحه على كل خليك معي. جاوبك بصراحه انا ساكون ضد هذا الامر هذا لانه ضد مصالح المغرب. احنا تطبيعنا مع اسرائيل ليس. خليني نجاوبك بصراحه بدون لغه خشب وديك المزايدات. لست شعاراتيا وكنت من اصحابها. انا كنت مناضلا وثوريا ومعارضا للنظام في المغرب لمده فوق من 30 سنه، لكننا غيرنا واصبحنا نرى ان الدوله المغربيه تتحرك بشكل جيد وتؤسس لنا بلدا محترما، فما بغيناش نفقدوا هذا المسار اللي غادي في المغرب التصاعدي في جميع المسارات السياسيه والاقتصاديه والتنمويه. ولهذا فنحن عارفين الخطوره ديال الموضوع، عارفين الحساسيه ديالو، ولهذا نطلب من الدوله المغربيه ان تمسك الامر بشكل متزن. اننا نطلب حاليا اننا نجمدوا العلاقات مع اسرائيل، هذا في غير مصلحه المغرب باي شكل من الاشكال. المغرب اتخذ مسارا فيه نقاط كبيره جدا فيها بالعلاقه مع امريكا واسرائيل. ما عندناش ارتباط بما يقع بفلسطين. التطبيع المغربي مع اسرائيل له افق ومواضيع اخرى مرتبطه بافريقيا، مرتبطه بالعلاقات مع اوروبا، مرتبطه. لا انا اعتقد انه كل شيء سيتغير. يعني انا اعتقد انه شوف استاذ ابراهيم، انا اعتقد انه المقاومه غيرت يعني الكثير في هذه الايام، وهذا التطبيع يعني ربما لن ينفع. شوف انت خلينا نوزع الكلمه وبعدين نرجع لك. رايفر تفضل يا رايفر. السلام عليكم. وعليكم السلام. صوتي مسموع؟ نعم. طبعا انا
شوف يعني أنا مع الشعارات الرنانة اللي نسمعها والخطابات زي الخطابات الجزائرية والشعارات هذه بشرط واحد أن يكون عندنا قوة توازي قوة الناتو. يعني مثلا الآن البوارج الأمريكية على تخوم سواحل غزة، من سيقاوم هذه البوارج الغاشمة؟ هل تستطيع حماس ومن يقف خلف حماس أن تدافع عن غزة لو تدخلت أمريكا بجبروتها وظلمها النفط عن أمريكا؟ النفط. نعم ما سمعت، معلش أخي. اقطعوا النفط عن أمريكا أخي، اقطعوا النفط عن أمريكا. نقطع النفط عن أمريكا؟ وهل أمريكا بحاجة بالرغم أنه يعني المملكة العربية السعودية حبيبي أنا سعودي، حبيبي الغالي، أنا سعودي والله العظيم. السعودية حملت الإسرائيليين المسؤولية بكل صراحة. كن على يقين يا أخي الكريم، كن على يقين أنه حتى المطبعين مع الشعب الفلسطيني ومع غزة، حتى لو قالوا أن مثلا يعني بكلام دبلوماسي أو أي شيء، الآن تطوت وجبروت العدو. وخلينا نقول مثلا تكرار تجربة جنوب أفريقيا، أو كما قال القذافي الله يرحمه عندما وصف فلسطين بإسراطين. أنت إنسان عادي جدا كثير، يعني أنت برشا عادي. نعم. أنت شفت في عملية الطوفان المعدات اللي عندهم، كان سمعت حتى خطاب الشوالي، لك فهمت انت بركي شو تحكي. لحظه اختي معليش، يعني انت جزائريه وانا يعني انا عندي سؤال بس لك، يعني لو تدخلت الان، يعني هي وهذا متوقع، يعني الان وامريكا الان اعلنت انها امريكا والاتحاد يعني الناتو بشكل عام يعني اعلن دعمه الكامل للعدو الاسرائيلي. هل الجزائر اخي خليني اكمل السؤال، اخي الكريم، خليني اكمل السؤال اخي الكريم على الدول العربيه. تفضل. يعني هل الجزائر سوف تاتي بجيشها وتدافع عن غزة ولا عن فلسطين ولا عن الاقصى لو تدخلت؟ يعني خلونا نكون واقعيين. السعوديه قائده العالم الاسلامي لن تتدخل السعوديه ولا ترموا بانفسكم الى التهلكه. أنتم يعني بالطريقة هذه كأنكم ستعيدون الاحتلال من جديد. احتلال الدول العربية كلها بسبب هذه القضية، وليس بسبب القضية وإنما بسبب الشعارات. يعني الشعارات هذه شعارات غير واقعية. لنتكلم بواقعية يا أخي الكريم. أنت تعتقد أن السعودية الآن يعني دولة غير محتلة؟ أمريكا محتلتها، يعني تسيطر على لا يعني معليش، الكلام هذا كلام يعني شعبوي، وكلام هذا نسمعه يعني بين غير المثقفين. يعني انا اربع بك كمثقف انك تردد هذا الكلام. هذا مجرد تطاول، يعني هذا مجرد تطاول ومعيب. يعني انا اربع بك يا اخي الكريم. هم يعني المواقف السعوديه الاخيره مثلا في لما امريكا طلبت من السعوديه زياده انتاج النفط مره ومرتين وثلاثه ورفضت السعوديه. لو اننا تحت الاحتلال هل سنستطيع الرفض؟ وقس على ذلك مواقف كثيرة، التدخل في البحرين، التدخل في اليمن ضد الحوثي، التدخل ضد الربيع العبري في الدول العربية، هذه كلها ضد أمريكا. يعني خلينا نكون واقعيين يا أخي الكريم. أنت إنسان مثقف وأنا أحترمك، يعني أنت إنسان مثقف، لكن ابعد عن الشعارات، ارتقي قليلا يا أخي الكريم حتى نستمر بالسماع لك. أنا كنشوف اليوم الصهاينة يقصفون غزة. بالنسبة لي الموقف الطبيعي من إنسان طبيعي هو مساندة المقاومة، ومساندة الشعب الفلسطيني، ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه، في الدفاع عن أرضه، في الدفاع عن المسجد الأقصى. هذا هو الموقف العقلاني الراقي بالنسبة لي يا أخي الكريم. هذا كلام بديهي، إلا أنت تقوله هذا كلام بديهي. موقف لا ينم عن عقل. هذا كلام بديهي يا أخي الكريم. حتى المطبعين يطالبون بحقوق الشعب الفلسطيني، لكن بطريقتهم ودبلوماسيتهم. ما هو المطلوب؟ خلينا نسألك. طيب أوكي، المطلوب العقلانية يا أخي الكريم مع الواقعية. طيب أوكي
والواقعية على فكرة ليست انهزام يا أخي الكريم، الواقعية ذكاء وهو مؤقت، حالة مؤقتة. أوكي. الواقعية اللي تحدث عنها، هل ستأتي بدولة فلسطينية مستقلة برأيك وستعطي للشعب الفلسطيني حقوقه؟ هل ستقبل إسرائيل بقيام دولة فلسطينية مستقلة؟ عندما ميزان القوة يكون في مصلحة الدول العربية، ستستطيع أنت أن تجبر المحتل أنه يتنازل بقوتك، لكن الآن أنت ضعيف، كيف تجبر القوي أن يتنازل؟ أنت ابني دولتك، خلي عندك تطور، يعني أنت طور دولتك، انقل التقنيات، ادعم العلم وكل حاجة عندك، يعني كل سبل التطور. طيب. اركض يعني واسعى خلفها. خلي يتفاعلوا معك الإخوة. تفضل يا أورفلون بعدين رحاب. تفضل. السلام عليكم. يبدو أن بعض المغالطات لتقزيم نوع من أنواع المقاومة. المقاومة هي دائما تكون هدفها الحرية، ودائما الحرية لديها فاتورة أن تكون ضحية. لما الشخص يقارن بميزان القوة لا يدرك بتاتا أن مجتمعات لم تكن في ميزان قوة وتحررت. فيتنام ضد أمريكا، الجزائر ضد فرنسا، تونس ضد فرنسا، ليبيا ضد إيطاليا. يبدو أن حسام يجب أن توجه خطاباتك في قضية المقاومة الفلسطينية إلى شعوب ثائرة، ليس شعوب لم تقم ضد مستعمرات سابقة. أخي الكريم، الجزائر وضعها مختلف، لا يمكن مقارنته بفلسطين في إطار منابر القوة فقط. الأخ خليني أكمل مفاهيمي، لأنه حسام يجب أن يفهم، أو هو تونس يعلم جيدا الثورة ويفهم جيدا مفاهيم الثورة، لأن المجتمعات الثائرة تفهم المقاومة الفلسطينية. أما المجتمعات المنبطحة لا يمكن بتاتا أن تعطي ذاك المساحة. يعني عدنا إلى التطاول. لا ليس التطاول ويعني لا يمكن أن يأتي بنتيجة. معليش خليني أكمل مفهومي للمقاومة وأسباب أن تسقط قيمة المقاومة. سأعطيك يا حسام أن أسباب إسقاط قيمة المقاومة في الوقت الراهن هي بسبب أن إيران هي من تدعم المقاومة الفلسطينية، فيرون تلك الطائفة الشيعية السنية أن نحن السنة لم نصل إلى تلك المرحلة التي وصلت إليها إيران في تدعيم بالأسلحة. يا أخي الكريم، غزة يعني أنا لم أصرح تدمير فلسطين من أجل أن تحيا طهران، يعني ندمر غزة من أجل أن تحيا طهران منذ السنين. فلسطين مدمرة منذ السنين الأخ، ليست. ماذا يخسر المجتمع الفلسطيني أكثر ما خسره من قطاع أرض؟ ماذا تقصد؟ يعني هل يعني نرضى بإبادة الشعب الفلسطيني؟ يعني يجب أن نقاوم إبادة الشعب الفلسطيني هو الحل. لا، ما يؤخذ بالقوة لا يسترد بالقوة، ويجب يا أخي أنت ما عندك قوة يا ابن الحلال. هذا أنا أتكلم من اليوم عن الواقعية. أنت ما عندك، أنت غير واقعي يا أخي الكريم. طيب يا رايفر، خليه يكمل وبعدين علق. أوكي. القوة يؤتيها الله لعباده. القوة ليست قوة السلاح أو العتاد. لو قارنا جيش الفرس بالجيوش الإسلامية أو جيش الرومي بالجيوش الإسلامية سنرى أن كانوا متفوقين علينا في الحضارة والعتاد والعدد والعتاد، لكن أسست من خلالها اليأس الذي يتم في المجتمعات العربية. غير صحيح. لا هم كانوا متفوقين بالعدد، لكن السلاح متقارب. القوة ليست قوة السلاح والعدد. يا جماعة من قوة. القوة جزء من العقيدة يا أخي الكريم، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. كفوا عن الشعارات التي سوف تبيد الشعب الفلسطيني. السلام عليكم أخي حسام. طيب شكرا. خليني ناخذ كلمة مين؟ إبراهيم، تفضل يا إبراهيم. على العموم حسام، شكرا على القسط، دمتم في رعاية الله وحفظه. يبدو أنه ما كانش نقاش الواقعية الموصول إلى الأحداث. أنا عندي التزام. والله السلام. حسام أخي أريد أن أتكلم أخي أنا حسام محمد منصور. ممكن لحظة يا محمد، أنا سأعطيك مداخلة كاملة، بس إبراهيم يريد آخر مداخلة. تفضل يا إبراهيم. آخر مداخلة. بالله عليكم يا إخوان، نخدموا شوية عقولنا ونفكروا بعقولنا. من يقول بأن القوة ليست قوة السلاح هذا لا بعيد عن الحقائق الواقع وحقائق المنطق، ولا يتحدث إلا شعارات. أخي الكريم خويا حسام، عندما أسمع للجزائري يتحدث دائما يطلب من الآخرين هم اللي يفعلوا، لكن لم يقل أبدا بأن على الدولة الجزائرية أنها تدير الغواصات ديالها والسلاح ديالها وتمشي تعاون الفلسطينيين. لا، الجزائري
الجزائري يتموقع دائما تموقع خلفي كيف الاخرين الزوبيه، هو مرتاح مع راسته، ناعس مع راسته، وكيعطينا في الشعارات بدون تما. اذا كنت يا اخي الجزائري تؤمن فعلا بالمقاومه ودولتك تؤمن بالمقاومه، وريونا خويا، وريونا عندكم غواصات، عندكم طائرات، عندكم آلاف الدبابات، توجهوا لغزه وريونا شنو ممكن ديروا. لكن تدفع للناس انهم يحرقوا بلاداتهم وانت جالس كتفرج فيهم، هذا كلام غير مسؤول وغير كلام غير منطقي بشعاراتيه بعيده جدا. انا اقولها صريحه. لو كان يا ابراهيم في وحده عربيه ممكن هم يتوجهوا ويستحيل اخي تكون وحده. يا حسام انت في شمال افريقيا يستحيل ان تقوم حتى وحده في شمال افريقيا. حرك انت الاسطول الجوي نحو غزه كما حركته نحو اليمن. حرك اسطولك الجوي، حرك اسطولك الجوي كما حركته نحو اليمن. حركوا نحو اسرائيل كما حركته نحو اليمن. انا قلت الشعارات بدون فائده. اعمل له ميوت. طيب اوكي وصلت الفكره. بس لحظه جميعا ادخل مايك. شكرا يا ابراهيم، خديت وصلت فكرتك. رحاب تفضل. شكرا، تحياتي ومع السلامه. تحياتي. تفضل يا رحاب، اذا عندك فكره تفضل. رحاب النداء الاخير يا رحاب. تفضل يا محمد. سامحني قاعد نتكلم من الميكروفون كان مسكر ما حسيتش فيه. جست حبيت نجاوب المغربي قال ما نحبوش نوصلوا الحال نتاع تونس والجزائر وليبيا، حالهم خير من حالكم. باهي هذوما ثلاثه كان يتحطوا في ايدين بعض. البحر المتوسط راهو حد ذاته محمي بهم، يحمي في اوروبا كامل. هذه حاجه اللي ما ينجم حتى حد يقولها ولا يحكي فيها. باهي ومن بعد باش تحكي لي على يحبوا يبنيوا المغرب، يا خويا يبنيوها بابا، اما مش على حساب غيركم. المغرب راهو بزلزال، خلينا نحكيو بالشعبويه اللي يحكيو بها. الشعبويه بزلزال يحطكم، قادر من عند ربي من فوق. ثالث حاجه كانت تخمم 1% وتشوف الادوات اللي تعملوا الادوات المستعمله توا في عمليه الطوفان، ادوات بدائيه، خلينا نقولوا اقل من البدائيه، ماهيش قويه. اما ما يصيرش خلينا نتبعوا حاجه وخاصه انك اللي يتكلم من السعوديه وكان مش رسول الله ومكه، راكم مش من اغنى دول. كيفاش تجيني انت يا مسلم وما تعرفش انه كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره بالايمان فقط؟ ما عنديش حاجه كبيره. ما تنجمش تجي تقول لي اوروبا شعوبها ضعيفه مهزوزه عندهم الخوف اكثر من كل شيء. باش تقول لي باش يجيو يضربوا ويستعملوا نووي ويستعملوا دبابات ويستعملوا ما نعرفش شنو، شعوبها ما تخليهمش. اما احنا الله اكبر تخرجنا، احنا الله اكبر حتى اللي ما تصلحش تخرج. فبحيث محتاجين كان وحده زح مش زينه نقللوا من بعضنا. انا ماذا بيا المغرب والجزائر ومصر وكلنا كان كلنا نقول قال باش تبني بلادك واخوك مؤمن. حتى من ربي قال يعطي للعبد قيمه كان يعاون خوه. صحيح فما حاجات اكبر منها، اما هاك تشوف يعني حاجات بسيطه وصلوا بها. يزينا من ديما واحنا شعبوي، هما اللي حطوا فيكم الفتنه وهما اللي حطوا فيكم انه هذاك كلام شعبوي، هما اللي كلام مش بالكلام او حتى بالفعل، حتى من انك تساندوا. تيجي حتى كلمه تساندوا توقفني تقول لي يزي هما يكسروا بلادهم، يكسروها بلادهم وينكسروها بلدانهم ونعاودوا نبنيوها، والتاريخ هذاك هو الشعطاء. هذيك اش حبيت نقول. اما يزيني متهرس فيا وتحب انت تطبع وتحب تطلعني انا خايب. ليه ما نطبعش؟ عندي مصر رسول الله غاديك عندي مصر رسول الله غادي. عندي 35 سنه نجري نحب نتمنى نهار حط ساقي زح. انتم واحد سعودي جاي توا تقول لي ليه ما نجموش وما نعملوش. هاكم انتم اليمن عاملين فيها شر الشعب، اعملوا كيما عاملين. هاكم دبابيتكم وقوتكم وسلاحكم وكل. اقوى الدول العربيه عندها فلوس بركه توقف بها نقبض ماكله شراب. في تونس باش عايشين احنا تو عايشين بالماء. تحسبنا مش ندفعوا هذيك الوقفه يوقفها قيس سعيد ولا الخرجه نتاعك مش ندفعوا، مش ندفعوها. احنا عايشين بالماء. كملت يا طيب يعطيك الصحة رحاب. تفضل يا محمد. اولا اخي السلام عليكم جميعا. اخي النقطة الأصيلة التي نريد أن نتفق عليها
هل فلسطين في نظركم قضية قومية أم قضية تراب وأرض أم قضية دينية بإعلاء كلمة الله؟ جاوبني أنت أخوي حسام بالنيابة على الجميع وعلى وجهة نظرك أنت على الأقل. الثلاثة اللي ذكرتهم. لا، في الإسلام ما فيش قومية أخوي. أنا بالنسبة لي شوف، بالنسبة لي أنا سألت سؤال الاستفهام مش بس قضية عرض معين. لحظة خلينا نفكرك. لا لحظة، أنا بالنسبة لي فلسطين قضية دين وقضية أرض وقضية عرض وقضية شعب وقضية حقوق وكل يعني أنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل واصل. أنا حبيت نقول لك إنه صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة لا يذكرني اسمه. حبيت ترد على الناس اللي يقولوا ما حبيتش تفسر لأن عندي وقت شوية بس، لأن أنت صاحب البث ما قاعد تقدر ترد في أي وقت. أنا عندي وقت معين بس. أحد الصحابة لا يحضرني اسمه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله من الذي يقاتل في سبيل الله؟ هل قال له ليقاتل لأجل قومية عربية؟ هل قال له يقاتل لأجل أرض؟ قال له من قاتل لإعلاء كلمة الله فذاك في سبيل الله. ما قالوش عن خاطر أرض وقومية. ما أهلك بني إسرائيل ورفضهم للإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا التعصب للقومية، لأن النبي ما جاش منهم. فلذلك دعوكم من القومية ودعوكم من أننا نقاتل لأجل فلسطين. أمر آخر، والله العظيم أنا متأكد من الذين يتعاطفون اليوم مع فلسطين لو تسألهم هل تصلون الصلاة في أوقاتها سيقولون لك لا، وبعضهم قد يكون تارك للصلاة. والله أعرف أشخاص سكير نكير ويسب الله عز وجل وفي يقول يا رب انصر فلسطين. أنت تسب خالقك وتقول يا رب انصر فلسطين. فلسطين تتصل بأمثالك. هذه حاجة. الحاجة الأخرى، لو تخيل بالله عليك من بيش نقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا، تخيل أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم بيننا الآن، وجيت أنت قلت لهم إسماعيل هذا بطل مقاوم ومجاهد، يقول لك تبارك الله ربي ينصره. يجيهم واحد آخر يقوم لكن يا صحابة رسول الله هذا قبل يد شخص ويشكر في شخص اسمه قاسم سليماني كان يقول لأم المؤمنين عائشة بن زانية ويشكر فيه وسماه شهيد القدس. هذا بينصره ربي؟ واحد يطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قل لي ما هو المطلوب. قل لي ما هو المطلوب كما قال الشيخ الألباني لما سألوه فلسطينيين على الجهاد في فلسطين، قالوا ما أول حاجة زي ما قال ربي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صحيح الكثرة مش دليل على النصرة، زي ما صار في غزوة حنين لما بعض الصحابة قالوا لن نهزم اليوم من قلة، فأراد الله عز وجل أن يمتحنهم فكاد أن يهزم المسلمين في غزوة حنين ضد ثقيف في الطائف، وانتصر المسلمين في آخر معركة ولكن تكبدوا خسائر كثيرة. كما أن الكثرة ليست دليل على النصر كذلك القلة ليست دليل على عدم النصر. القوة في الإيمان. الأخت رحاب قالت نقول الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الذين قالوها وفتحوا بها الأمم والبلدان، أولئك أصحاب إيمان لم يكن فيهم من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن فيهم من كان يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن حماس أعدمت شاب اسمه محمد العمودي لأنه قتل متشيع فلسطيني من غزة، صعد على المنبر ولعن أبو بكر وعمر فحكمت عليه بالإعدام إرضاء لحزب الشيطان في لبنان وإرضاء لإيران وأعدمت؟ هل تعلم هذه المعلومة؟ هل من يغضب يعني أبو بكر وعمر يقتل؟ يا أستاذ العزيز أنت الآن بعض الناس يقولون لا اسمح لي هذا في كلمة يا أخي حسام في التعليقات يقولون كثير من الناس في بعض الكثير من البثوث يقولون خارج الموضوع. أي خارج موضوع يا أخي؟ الله عز وجل في القرآن يقول إن تنصروا الله ينصركم. نصرة الله لنا معلومة ونعرفها جميعا. هل تعلم نصرتنا نحن لله ما هي؟ أن نتبع قال الله وقال رسوله. هل أنت تتبع يعني أشخاص لا يؤدون حق الله عليهم في الصلاة، يسبونه ليل نهار، يسبون دينه، طيب. يسهرون في البارات في الديسكوات. يا محمد ماذا تقول؟ أنا نسأل نحن في بلد ليبيا نسفك دماء بعضنا البعض ثم نقول نريد أن نحرر فلسطين. أي تحرير ستحرر فلسطين بهذا الهبل طيب. يا أخي؟ أنا عندي لك سؤال. ماذا تقول في حكام العرب المطبعين مع إسرائيل؟ طيب سأرد عليك بسؤال استفهامي ثم سأسترسل. هل تعرف صلاح الدين رحمه الله؟ بطل في نظرك أم ليس بطل؟ لا سأجيبك. ما هو صلاح الدين حتى هو طبع مع الصليبيين سأسألك. صلاح الدين بطل ولا مطبع؟ بطل ولا مطبع في نظرك؟ لا بطل بالنسبة لي. طيب هل تعلم أن صلاح الدين قام باتفاقية مع الصليبيين وهم محتلين للقدس ومحتلين لفلسطين ولم يذهب لمهاجمتهم إلا بعد أن غدر رينولد دي شاتيون وارث فرسان مملكة أورشليم غدر بحج المسلمين وقتلهم فذهب لتحرير القدس. وحتى بعد أن حرر القدس وحرر أجزاء من فلسطين قام بالصلح مع ريتشارد قلب الأسد الإنجليزي وأبقى إمارة طرابلس وإمارة عكا في يديه، وبقيت إمارة عكا ما يقارب بعد موت صلاح الدين ما يقارب 100 سنة أكثر في أيدي الصليبيين. فهل هو مطبع وفرق؟ جاوبني على السؤال مباشرة الآن. جاوبني على السؤال هو قام بالصلح. إذا تطبيع حكام العرب. أجبني. هو قام بالصلح صلاح الدين بمثل ما يقوم به حكام اليوم. هل هذا تطبيع؟ أحيانا في الجهاد نوعين، جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب إن لم يكن لقدرة للمسلمين عليه. يا محمد نهج السلفية يعني هكذا يسمح لكم تبرروا الحكام العرب حتى التطبيع يا أخي والمناظرة في هذه الجبهات. قال الله وقال الرسول لا تقبلون. كلامكم كله عاطفي أخي وشعبوي. دائما السلفي يتحدث لغيره بقال
الله وقال الرسول، ذاك رد النص مثل ما فعلت امس مع شخص ليبي عندما قلت له هذا الشرطي الذي قتل اليهود في مصر، قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا ألم يدخل لمصر عهد وهو امان؟ ألم تدخله الدولة المصرية بعهد وامان؟ ولا قالت له ادخل ولا نحمل مسؤوليتك وستقتل؟ اجبني. لا اخي حسام فقط يا ريت انا اخر كلام هذا ساقوله يا اختي ثاني ولا لا ادري اسمك وساخرج ان شاء الله. عندما قام بقتله ذكرت له هذا الحديث، رد الحديث بمنطقية وفلسفة زائدة. يعني الناس حاليا، الرسول صلى الله عليه وسلم، من تسموننا الان سلفيه ومخذلين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء في اخر الزمان. طيب كان في بني اسرائيل مثل ما هم السلفيه الان، كانوا يضحكون عليهم ويهزؤون بهم عيسى عليه السلام عندما ارسله الله عز وجل لبني اسرائيل، وكانت ارض بني اسرائيل هي ارض الاسلام حينها، وكانت محتله من الرومان، هل بدا لهم وقال لهم قاتلوا الرومان الوثنيين ام بدا لهم باصلاح دينهم واعادتهم للتوحيد الصحيح؟ اجبني. حسام من فضلك الكلمه، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا حسام. قال لهم اذهبوا وقاتلوا هؤلاء الوثنيين الذين يحتلون بيت المقدس ويحتلون الكلمة من فضلك. السلام عليكم. تفضل يا قلب الأسد. السلام عليكم. أول شيء حسام، يبدو أنه في طرف ثالث في هذا النزاع اللي هو تحت عباءة ما يسمى بالدين، ليتكلم عن شيعي عاملته حماس بهذا الشكل، لكن لا يتكلم عن براءة، لا يتكلم عن أطفال. طبعا محمد ما عندوش الشجاعة أنه يتكلم عن أطفال تقتل يوميا، عن أقصى يدنس، عن نساء يعني تنكل بجثثها وتغتصب. لا يستطيع طبعا التكلم عن هذا الشيء، لكن يتكلم عن حماس كيف عاملت شيعي وكذا وكذا وكذا. نعرف هذه الأسطوانة جيدا. حسام، أنا شفت من شوية واحد الأخ كان يتكلم ويقول لك مصلحتنا تكمن في عدم يعني أو ازدواجية الخطاب لدينا. هو الأخ إبراهيم يقول لك أنا مصلحتي ولكن قلبي على فلسطين. بالله عليكم حسام، واحد يفهمني هذه الازدواجية نتاع المصلحة. أنا عمري بحياتي ما شفت مصلحة تقول أني يعني أبرئ مدنيين إسرائيليين وفي نفس الوقت أقول والله قلبي مع فلسطين. يعني الوجهان هذو اللي عمري ما شفتهم بحياتي. وطبعا هذه الأسطوانة لطالما سمعناها من الكل. والدليل الأخ كذلك الإماراتي، أو لربما يريد أن يكون إماراتيا، لكن واضح من أين يكون هذاك الشخص اللي يتكلم وقال الجزائر ما الجزائر، والأخت تكلموا باسم تونس. يبدو أن عقدة الجزائر ستبقى قائمة إلى الأبد. الإخوة المغاربة اليوم أمام إشكالية كبيرة حسام، بين أنه يفرق اليوم بأنه المقاومة الفلسطينية من قامت بهذا الشيء، وبين أنه ينسى الجزائر شوية، لأنه هذا ما عملت وشوهت الثورة وشوهت القادة، وقالت أنه كانت فيه خيانة بين القادة يعملون نفس التكتيك اللي عملوا به في 54 مع الثورة الجزائرية في طعن اليوم المقاومة حماس ووصفها بالإرهاب. نعم عملتم نفس الشيء، واليوم تعيدون الكرة بنفس الطريقة. لكن هيهات اليوم حماس، بغض النظر يا حسام، احنا تكلمنا وقلنا بغض النظر لماذا تركزون على حماس كطرف أو كفصيلة ولا تركزون أن العدو هو إسرائيل؟ عجيب أمرك، لماذا تركز على حماس؟ لا نريد من يركز على حماس، نريد من يركز على الضربة أين كانت. الضربة هي قسمت الكيان. ركز مع الكيان، لا تركز مع حماس، لأنه حماس في النهاية فصيلة وإن اختلفت مع الفصائل الأخرى، إلا أنه الهدف واحد، هو ضرب العدو، عدو الإسلام وعدو العقيدة اللي كان يتبجح لي بالعقيدة هنا ويتكلم ويقول لك والله حماس عملت كذا وعملت كذا. روح تكلم لي على البراءة، روح تكلم لي على النساء الحوامل اللي قطعوا لهم كروشهم في فلسطين يا صاحب الدين، يا عباءة الدين. حين قالكم هشام الجخ سيخرج من عباءتكم رعاها الله للجمهور متقدة، هو الجمهور لا أنتم، فكفوا عن تجارتكم وإلا صار مرتدا. أنتم تخافون ردة الشعوب العربية، أنتم تخافون أن الشعب العربي اليوم يرتد عما عملتموه في الأذهان نتاعهم، وعما زرعتموه من خوف ورعب اتجاه هذا العدو. أنتم عملتم هذا الشيء يا أنظمة العربية، وتخافون الشعوب أنه تفطن من هذا الغفلة وتفطن من هذا الغيبوبة اللي عملتوها لها. هذه هي الحقيقة يا حسام، هذه هي الحقيقة. اليوم تشويه حماس بهذا الشكل هو وعلى فكرة هو إعلام عربي في النهاية، ليست أمريكا ولا الكيان الصهيوني اللي يعمل هذا الشيء، هي الإمارات من تريد أن يكون حماس هو إرهاب أمام المجتمع الدولي، وتهربون إلى إيران لرفع المسؤولية عن الكيان الصهيوني. بغض النظر من أين كانت الضربة. إيران
إيران نعلم جيدا إيران تتشابه ولربما القاسم المشترك معها ومع حماس هو الكيان الصهيوني، لكن أبدا إيران لا تحب ولا تحبذ مصلحة الشعوب الإسلامية، فلا تحاول أنك تكلمني بالخطاب الإسلامي هذا والعباءة الإسلامية. فشرتم. حماس مقاومة، وحماس تمثل كل الشعوب الإسلامية، واليوم تحاولون إخفاء هذا العمل البطولي لحماس، لأنه يا حسام أعلم أني أطلت، هو العمل اللي قامت به حماس هو ضرب بالتفكير، ضرب الأيديولوجية قبل أن يضرب إسرائيل كعتاد وكقوة، ضرب الفكر الذي زرعتموه فينا كشعوب أنه هذا العدو لا يقهر، فحماس ضربت لكم الإيديولوجية، لذلك تريدون إخفاءها وتريدون إخفاء بطولاتها. بارك الله فيك حسام ويعطيك الصحة أخوي العزيز على المساحة. يعطيك الصحة أختي. يعطيك الصحة أختي، وضحت. تفضل يا فارس. السلام عليكم. أنا خديجة قالت ما كنت أريد أن أقوله، فلهذا سأختصر وستكون مداخلتي بسيطة. المغربي والمغاربة الذين يطالبون الجزائر والجزائريين بالتحرك نحو الأراضي الفلسطينية، كان عليكم أنتم أن تحركوا أسطولكم نحو الناظور وتطوان لتحرروا سبتة ومليلية. كان عليكم أن تحركوه أنتم كما حركتموه إلى اليمن وقصفتم الأبرياء في يمن. أين هذه الازدواجية؟ لا تستطيعون أن تحرروا حتى أرضكم، لا تستطيعون أن تنزعوا حبل يفصل شاطئ باديس إلى ضفتين، ضفة إسبانية وضفة مغربية. أنتم لا تملكون حتى السيادة على أرضكم وتطالبون الشعوب بالتحرك نحو فلسطين لتحريرها. حرروا أولا أنفسكم وحرروا أرضكم، ثم حرروا عرضكم وشرفكم، ثم تكلموا عن الجزائر. هذه ردا على السيد اللي تكلم على الجزائر. الموضوع فلسطين شنو غيكون جواب ديليكات؟ بلع على المايك يجي دورك تتكلم. بلع على المايك. لحظة يا ولد المملكة، ساكت. في منصة أسعد الشرعي كي تتطاول عليك. كوبي المايك. إذا وجعتك الكلام فانتظر دورك، لأني بعدك سأخذ مرة أخرى. أنا أقول أن هذا الرجال المغربي اللي طلع ويهاجم الجزائر وهم همهم الوحيد هو الجزائر، هم يعيشون بالجزائر، ينظرون بالجزائر وينامون بالجزائر. الجزائر بعيدة عليكم. تحاولون شيطان المقاومة الفلسطينية بتحالفها مع إيران. أنتم أول من قال نحن سنطبع مع الشيطان لما طبعتم مع الكيان الصهيوني من أجل مصلحة المغرب، والآن تتهمون أن المقاومة الفلسطينية تتلقى الدعم من إيران. ألمستم أنتم من قلتم أنكم ستطبعون مع الشيطان؟ أصبحت إيران شيطانا آخر؟ أحلال عليكم أن تطبعوا مع الشيطان وأن المقاومة لا تتلقى الدعم من أجل من إيران؟ إيران خرجت عبر وزارة خارجيتها وقالت أن لا يوجد أي دخل لي في هذه الأخر. أنتم دائما تحاولون إلصاق عاركم، تحاولون إلصاق تطبيعكم، وتحاولون تبرير التطبيع. التطبيع يبقى خيانة. لعنة الله على الملوك والأنظمة المطبعة، لعنة الله على النهيان وعلى التميم وعلى العلويين وعلى القادة المصريين والأخر والعلويين. هذا راه السب أنا يا مول لايف يا فارس هذا راه كيسب، واش انت حال لايف باش يسب ولا غنسب؟ نعلة الله وعليك انت يا الكرغولي، انت كتسب يا الكرغولي اللي ما كتجيب جدك اللي كلا البق في فرنسا وما بقاش يحك. انت يا الكرغولي، يا فارس ارجوك، انت اللي ما بقاش تجيب جمجم. جوبي مغربيه مرضت يا مرضي روح لي من المغرب السوق يا تاعك. نعتذر منكم. طيب فارس وولد المملكه اتقي. لا نعتذر. تفضل يا السلام عليكم. حنان بربي اعطيني اسمك. تنهينان. فارس وولد المملكه، انا نعتذر يعني. تنهينان. السلام عليكم. راكم تسمعوا فيا؟ نعم. نسمع فيك. هل أنتم في الاستماع؟ بداية نعم. اسمح لي الرد على ولد المملكة. نعم. بداية إذا فارس كان يسب فعلى الأقل كان يسب في الأحياء، ما راحش يسب في الأموات. ارتقوا الشهداء بعادة بزاف عليكم باش تنوضوا تسبونا شهدائنا. تلك المناجم التي تقومون بسبها، تلك سكري المايك. الشهداء اللي راكم تسبوا فيهم راهم في جنات النعيم، شوفوا دوك راح نتكلم وراح نوجه كلامي لهذاك الاخ ابراهيم اللي
اللي كان يهضر على الجزائر. لا 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 اخي، شوف من حقي انا طلعت، شوف طلعت اخي حسام، اخي حسام، لا 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 اخي حسام، راح نتكلم على المقاومه، راح نتكلم على المقاومه. مثل ما هو طلع وتكلم على الجزائر، انا من حقي ندافع على بلادي. كان يتكلم عن الجزائر وكان يتكلم انه الجزائر ماذا فعلت وماذا قدمت وماذا وماذا وماذا. خليني انا ثاني يعني نقول لكم باللي نتحداكم انتم يا بلد المغرب الجوار، نتحداكم انكم تعملوا لم شمل الفصائل الفلسطينيه في لقاء كما عملت الجزائر. خلونا نشوفكم تحتضنوا الفصائل الفلسطينيه على ارضكم. اذا راكم تقولوا بلي الملك تاعكم هذاك المنافق، على الاقل احنا الجزائريين سمعوها مليح، نحن الجزائريين ما عندناش اللعب على الحبلين، ما عندناش اللعب على الحبلين، يا اما معنا او ضدنا، واحنا الحمد لله مع فلسطين ظالمه او مظلومه. نفتخر اننا شعب لم يتاجر بالقضيه الفلسطينيه، نفتخر اننا شعب لم يتاجر بدماء الفلسطينيين. لم نفضل مصلحة الجزائر على مقدسات الإسلامية اللي هي فلسطين، وعلى الشعب الفلسطيني كونهم من ملتنا، من ملة محمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا تناسيتم إنه الجزائر اللي راكم تقولوا عليها ما قدمتش وما قدمتش وما قدمتش، رئيسها اللي هو السيد عبد المجيد تبون أطلع في مجلس الأمن وتكلم عليها، وأنا نتحدى إنه الملك تاعكم في مجلس الأمن يطلعوا يتكلم عن فلسطين. يعني تقارنون أنفسكم بمن؟ نحن شعبا وحكومة مع القضية الفلسطينية، شعبا وحكومة. تعرفوا وش معناتها شعبا وحكومة؟ إذا راكم تتكلموا على أنه نرسلوا ما نرسلوا، صدقوني بالله لو كنا نحن فقط في حدود الدولة الفلسطينية ما كناش ننتظروا منكم أساسا أنكم تتكلموا، كنا نطبقوا. نحن أبناء اللي نطبقوا، نحن أحفاد الشهداء. الجزائر لما عملت ثورة عملتها بداتها بست أفراد، 6 أفراد فقط هم اللي بدأوا الثورة الجزائرية، والحمد لله جبنا الاستقلال واسترجعنا بلادنا وعندنا سيادة كاملة على بلادنا، ما لجأنا لحتى دولة أنها تحمينا مثل ما عملتوا انتوما، لأنه الضعيف هو اللي راح يجيب يعني كما يقولوا مستعمر يستعين بمستعمر لمحاولة استرجاع ما يدعي بأنها أرضه. فرجاء المره الجايه ما تقارنوش نفسكم بينا، راه عيب وعار. انه شوف اخ حسام، اطالبك انه اذا كان اي تدخل مروكي، واذا كنت تعز الجزائريين وتعز الجزائر كما راك تقول، واذا كنت انسان حيادي، لما يطلعوا يتكلموا على الجزائر بهذا الاسلوب الاستفزازي نتمنى انك تنزلوا، ماشي تخليه يكمل وبعد كي يطلع جزائري تنوض تحرمه او تقول له باللي ما تعملش. لحظة يا أختي، ممكن أنت انضميت متأخر للبث. حتى الجزائريين يعني يتحدثوا على المغاربة، يعني وش نعمل؟ أنا نمنع المغاربة يتحدثوا ونخلي الجزائريين يتحدثوا؟ فأوكي، هذه منصة حرة، اللي عنده حديث. أنا عندي فقط ليميت، ما نحبش السب في هذا الحوار، ماذا بيه فقط نلتزموا بالموضوع. موضوعنا هو فلسطين، وأنا أعتقد، خليني نقول حاجة، أنا أعتقد اليوم أن المقاومة الفلسطينية في حاجة لوحدة عربية، في حاجة لتضامن عربي إسلامي معها، مش في حاجه لهذه الخلافات الموجوده. لا الحمد لله. شوف اخ يعني حتى اعلاميا اوكي انا فاهمك، بس خلينا نتكلم. اغلق المايك لو سمحت. السلام وهو الذي سياتي بحقوق الفلسطينيين، بينما الواقع لا، التطبيع هو الذي يبيض صفحه اسرائيل، والذي يجعل اسرائيل تواصل في سياساتها العنصريه ضد الشعب الفلسطيني. والتطبيع هو اللي سيفقدنا فلسطين ويفقدنا المسجد الاقصى، واللي يخلي اليهود يدمسوا في المسجد الاقصى. فاليوم نعتقد انه الشعوب العربية يجب أن تكون موحدة في إعلاء كلمة فلسطين والدفاع عن فلسطين وتبني نهج المقاومة الفلسطينية. خليني نوزع الكلمة. دريم تفضل يا أخ حسام فقط نتمنى أنك ترفع الأخ حميد اللي يطلع قسط في بلاستي. أنا في تقريبا 50 شخص طالبين القسط، فنحاول أنا الأول بالأول. طيب السلام عليكم أخ حسام. لبس حسام. تفضل. في دريم قبلك يا مراد. لن أطيل أنا. أوكي. بالنسبة للقضية الفلسطينية، السؤال واضح، هي سؤال اللايف، بس إني أنا نشوف الموضوع شخصا إلى يعني مسائل أخرى. بس قضية فلسطين قضية رجال، قضية لا نقاش فيها،
قضية دينية هي وإسلامية قبل ما تكون قضية الشعب الفلسطيني أو كذا. يعني بالنسبة للتطبيع الخزي والعار لكل من يطبع، هذا يعني ما فيها نقاش طبعا، لأنه يعني هذا كيان صهيوني قال يعني لن يرضى عنك اليهود والنصارى إلا بعد تتبع ملتهم. يعني هذه ما فيهاش نقاش. يعني بالنسبة للتطبيع أنا ليس الدول بل هي من الشعب، لأن الشعب لو يرفض التطبيع ما في دولة تطبع، لأنه هذه القضية لا تعني لهم شيء في النهاية. اللي لا تتكلموا على القضية الفلسطينية أو تقولوا نحن مع فلسطين وأنتم أساسا فلسطين لا تعني لكم شيء، بعد التطبيع ما فيش نقاش في القضية الفلسطينية، لأنكم أنتم راضيين. لو أي شعب رافض التطبيع ما في دولة تطبع نهائيا، هذا الشيء معروف لا نقاش فيه. أوكي، بالنسبة يعني هذا الكيان الصهيوني يقتل في الفلسطينيين وأطفال الفلسطينيين، يعني ويجي واحد يقول لك يعني فلسطين يعني ما عنده إيمان ودين، ما يحس بهذه القضية أساسا. فهذه قضية إسلامية قبل ما تكون أي شيء. مصلحة شنو وحماية شنو اللي أنتم منتظرينها من هذا الكيان الصهيوني اللي يقتل في الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين؟ يعني في النهاية هذه يعني الخزي والعار، يعني كيف ما قالها القذافي، يعني للي يطبع ما عندكش نقاش، لا تتكلم، فأخجل من نفسك. فهذه قضية إسلامية، أنت جيت تتناقش كأنها شكرا لك يا أختي وبارك الله فيك. هذا اللي عندي. يعني أنا بالنسبة لي قضية دينية صحيح، قضية إسلامية يعني لا يجب على الجميع والشعب يعني. الليبي دائما مع القضية الفلسطينية نعم، وربي نحن يرحم القذافي. هذه بارك الله فيك. تفضل يا مراد. القضية منذ الطفولة، يعني ليس من أجدادنا وليس يعني من شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. تفضل يا مراد. تفضل يا مراد. السلام عليكم. السلام عليكم أخي حسام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله ينصر فلسطين، والله ينعل، الله ينعل من كل من طبع مع إسرائيل. وأوجه الشكر الجزيل إلى ليبيا وإلى تونس، هذوما، وإلى الجزائر. وأنا جزائري خاطش علاه هذا العرب هذو هما اللي قعروا لنا السروال، هذو اللي ما خلوش بها فلسطين تتحرر، هما جاو ضدنا. كون خلونا نحن العرب نخدموا خدمتنا وتبعوا الدين الإسلامي تاعنا، كون استقلت فلسطين. بصح مي كاين الخونة هذه هي اللي راهي صايره. ووجه شكري الى حماس، مازال كاين رجال في فلسطين وراهي تموت. انا قلت الضربه اللي دارتها فلسطين هذا الخطا كلي فرحت من قلبي قدام الموت. شفت هذا الحيه كيما هكا عجبتني راني فرحان انا. والناس هذه تهدر على لا كوب دي موند، هامنا الجزائر واحد مش استشهد واحد جزائري هو من الحراش اسمه عبد الرزاق، هو عبد الرزاق اللي استشهد. راهم يقولوا باللي شادرت الجزائر. يا ودي الجزائر ما تقولك شادرت انا، الجزائر تخدم في خدمتها سياسيا، تخدم في خدمتها. سمحني، واللي هو طبع معاك انا اللي ما يعرفش الدين وما يعرفش الدين وما يعرفش فلسطين ما يطلعش انا عندك، ما يطلعش عندك والله هنايا، ما يطلعش انا ما يطلعش ولا يهضر وخسر كلامه باطل هنايا. اي اللي راه مطبع ما يطلعش انا معاك. طيب. ما يطلعش معاك خاطر انا خائن، انا عندي خائن انا. سمعتني، كل الجزائر طبعت ما نبغيش انا، ما نقبلش انايا. سمعتني، هذه هي الناس تخمم بين الصوالح. بارك الله فيك حسام، بارك الله فيك، والله يرحم الشهداء. لا صوت يعلو فوق صوت فلسطين، ولا صوت يعلو فلسطين فوق صوت المقاومه الفلسطينيه. بارك الله فيك. المقاومه الفلسطينيه اليوم اسرائيل تقصف في غزه. نشوف الان امامي صور يعني كيف العدو الصهيوني يقصف في المنازل ويقصف في المساجد، ومئات الشهداء يعني من الفلسطينيين في غزه. وياتي البعض مع الاسف يبرر التطبيع، والتطبيع هو الحل. ايش الحل يعني؟ اليوم في عوض ان يكون في هبه جماهيريه عربيه شعبيه، يعني والسلطات العربيه، الدول العربيه اليوم تقف وقفه مسانده كبيره
المقاومة الفلسطينية وتعلن أنها ستتخذ أي خطوات تصعيدية من أجل يعني فلسطين، دفاعا عن فلسطين، نشوف بيانات تحمل المقاومة الفلسطينية المسؤولية عن هذه الأوضاع. يعني لما المقاومة تدافع عن شرف فلسطين وعن المسجد الأقصى، لا نشوفوا أنه في دول عربية تجب مثل هذه المقاومة وتحمل مسؤولية للمقاومة كأنها تبري صفحة إسرائيل، وإسرائيل تبحث عن هذه المواقف. إسرائيل تبحث عن هذه المواقف لتبيض صفحتها أمام المجتمع الدولي. تفضل يا لميس. لميس شكون فاتح الميكروفون؟ اغلق يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا لميس. شكرا عن تسمعوني؟ تسمعوا فيا؟ عليكم السلام. السلام على الجميع هنا. نسمع فيك. شكرا لك. حبيت نقدم مداخلة تاعي بسيطة وننزل. بما أن ذباب اللي راه يدور هنا من مش ما نقولش نقول المغاربة، ذباب هذا اللي راه يدور هنا لا تجد له سؤالا إلا والمخزن وجد لهم جوابا يواجه به الشعوب. يعني المروكي عمره لا يخترع لك الجواب، لأنه لو تلاحظ عمر هلال في هيئة الأمم المتحدة يتكلم مثل ما يتكلم الذباب في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كل ما يتكلمه المروكي أعرفوا باللي جاه من المخزن. المروكي عمره ما يعطيك جواب من عنده. هذه أول حاجة. الجواب الدوزيام، أنا نجاوب المراركة اللي راهم يقولوا الجزائريين له ما يروحوش يحروا. أوكي نعطيو لكم الحق في هذه النقطة. يذهب الجزائري لتحرير فلسطين، بصح شكون يخلي موراه؟ يخلي غدار جار في ظهره. هل الجزائري لما يروح يحارب راح يخلي جار كما وصى عليه النبي، جار مسلم، جار حقيقي عنده مبادئ، أو راح يخليه جار غدار، جار منافق منبطح ومذلول؟ هاو السؤال الذي لازم يطرحه الجزائري. حنا كي نروحوا نحارب أول من واحد راح يغدرنا في ضمن، ما نقول توانسة ما نقول ليبيين. كلامي هذا على فلما اسف تفضل واصل اختي، واصل من غير ما تعلق، واصل من غير ما تعلق. مانيش راح لا ابدا. لما يروح الجزائري يحارب المروكي راه صاري له كيما هذاك اذهب ها هنا قاعدون. المروكي عمره لا عنده جواب في حياته، كل شيء مركب على واش يقولوا المخزن يجاوبوا. هذا ما كان، لانه حاليا راه في موضع تناقض. ما قدر لانه علاش ما نتكلم على المواطن المروكي، حنا خلينا من الشعارات والكلام اللي جبتي حياتكم كامل وانتم تعاودوا في نفس الهضره. انت المروكي ما عندكش حتى مبادئ، كيما يقولوا لك هذيك هي حياتكم وانت مهلل فقط، ليس لك مبادئ، لا تعرف معنى الرصاص والاستشهاد والكفاح، لم ترث شيئا عن جدك. فهمت كيفاش؟ دونك حنا كي نروحوا يا هل ترى راح نخليو الشعب مورانا شعب صح مؤمن، شعب يحب الخير لخوه، شعب راح كي نخليو له بلادنا راح يحميها، ولا راح يكون اول غدار يدخل الجزائر ويدير اول واحد راح يستشفى في الجزائريين؟ طيب جاوبني يا لميس. المقاومه الفلسطينيه تعتبر انه هذا هو المسار الوحيد اللي يجب على المقاومة اتخاذه، أو يجب أن يكون هناك مسار آخر مثل ما بكل موضوعية تقول بعض الدول العربية؟ مسار سياسي. نجاوب بكل موضوعية. للأسف حنا رانا دوك نشوفوا باللي إسرائيل العالم كومبلي واقف معها، ماشي نقولوا العالم كومبلي واقف معها، مي هي بحد ذاتها هي العالم، يعني هي اللي راهي تتصرف في الدول الكبرى هذه، ماهيش هما اللي يتصرفوا فيها. دونك حنا رانا نشوفوا البارح في لندن في بارتو في البي اوروبيان ايتو رفعوا العلم الاسرائيلي، هذا الشيء نورمال. بصح للاسف حنا ما نقدروش دوك نحكموا لا على حماس، على بالنا باللي راهي في موقف ضعيف، لانه ما كانش اللي راح يعاونها ويساند. هذه الحاجه نعرفوها بلا ما ندخلوا في الانبطاح والذل، هذه الحاجه اللي خلاتنا نتفرقوا ونتشتوا. ولكن او ميم طون هل يتركني وسيله اخرى لاجل تحرير الارض؟ ما كانش وسيله اخرى. انا لما نشوف حاليا صح حماس راهي وحدها والابرياء راهم يتقتلوا، لكن الله غالب دوك نجي تخمم مليح ما عندهمش طريقه اخرى، راهم يشوفوا روحهم يوم بعد يوم يزيدوا ينباعوا اكثر. القضيه تاعهم راهي تباع، يعني لقاو رواحهم في موقف ماني راح نخسر والو. هذه هي تاع نصدم ندير هذا الهجوم اللي داروه، لكن ما وراءه رانا نتفرجوا بك حاليا. بصح الحاجه الموقف اللي راه يغيظك انت لما تشوف الدول العربيه تجي ضدهم هما، على الاقل اوقف معك انت كشخص مسلم، تكون عندك مبادئ. النهار ان شاء الله يكتب ربي تحرك الدول العربيه، هذا الاتحاد، لا علاش صار لنا هذا التفرق هذا؟ هل ترى اسرائيل الهزيله راح تغلب هذا امه المليار؟ يعني بلا ما نتكلموا اني قلت لك اسرائيل راهي متحكمه في العالم، يعني لما تشوف هذه الدول الكبرى واقفه معها تلقانا احنا نتفرجوا، ما عندنا ما رايحين نديروا. لكن على الاقل لما راحوا يتكلموا معهم ربي كما يقول لك يثبت الوقفه تاعهم. طيب شكرا لك. هذه هي، والسلام عليكم. تفضل يا شكرا. وعليكم السلام. تفضل يا علي الزيري. تفضل. السلام عليكم. بسم الله. وعليكم السلام. شوف هنايا الشعب الفلسطيني يباد من 48. هنا وين اختلفت المعادله، وين كانت الضحايا تاع الكيان الصوص والصهاينه كانت تساوي عدد الضحايا الفلسطينيين.
قبل كنا نشوفوا دائما عدد ضحايا الفلسطينيين أكبر بكثير من ضحايا الصهاينة. وإحنا نشكر المقاومة الفلسطينية اللي تقوم بالدور تاعنا نيابة عنا. المتدخل السلفي ذا قال إن حماس قتلت شخص قاتل من سب سيدنا أبو بكر. ألا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عندما رد أبو بكر على أعرابي سبه أمام النبي؟ هل الحكم الشرعي للسب هو القتل؟ هنا من أين جاء بهذا الحكم الشرعي والله؟ ولماذا التضييق على المقاومة ومهاجمتها كون إيران تدعمها بالسلاح؟ لماذا لم يقطعوا الطريق على إيران ودعمهم المقاومة بالسلاح؟ وكان بالأحرى أنهم العرب من يدعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية بالسلاح. كيف أوصلت إيران السلاح للمقاومة؟ لماذا لم يقوموا بنفس مبادرة إيران؟ إذا كان تحقيق مصالح الدولة بالتطبيع أليست مساومة على القضية الفلسطينية، القضية الأمة؟ وبغيت نزيد هذا اللي راهم يدعوا المطبعين. كيف تقوم بسياسة الفاحشة السياسية البغيضة وتدعي العفة والبراءة مع قضية أمتك؟ خطأ العرب هو في مبادرة السلام مقابل الأرض بدون قوة وتفوق ميداني عسكري. يطالبون بتحريك الجيش الجزائري. تعرف أنا شخصيا وهذا ربما نقطة نثيرها ونطرقوا لها بقية الأخوة، شخصيا ضد إيران. أنا مذهبي سني، يعني وإحنا يعني المغرب العربي ومعظم الدول العربية مذهبنا سني. أنا ضد إيران. أوكي إنه ربما ولكن لا حل لهم موضوع فلسطين. لا خليني أكمل لك فكرتي. أنا هذه فكرة ربما إيران ربما تستغل. نعرف أنه الصراع الإيراني العربي وأنه إيران عندها مشروع وتصدير الثورة وإلى غير ذلك وعندها مشروع عقائدي، هذا عارفينه. طيب السؤال هو أين المشروع العربي؟ أين المشروع العربي الذي سيواجه المشروع الإيراني الذي يقوم على تصدير الثورة؟ هذا أولا. ثانيا، إيران تدعم المقاومة الفلسطينية، وإيران غير متبعة مع إسرائيل. إيران تدعم يعني المقاومة وفي فصائل كثيرة تدعمها بالسلاح وبالمال وإلى غير ذلك. طيب الدول العربية اللي لا تريد إيران تتدخل، فضلوا أنتم دعموا المقاومة بالسلاح، دعمها بالمال. من منعكم؟ يا أخي أنتم يعني تبعوا مع إسرائيل. إذا لا ترحموا، لا تخلوا رحمة ربي تنزل. إذا عندك حق هذا اللي تدعم المقاومة، خلي المقاومة تشوف الدعم إن شاء الله حتى من الشيطان. المهم دعم من أجل أن تدافع على الناس اللي تقصف فيهم إسرائيل بالصواريخ. هذا مقصود القول تاعي. واش كنت نحكي هنا؟ يطالب بتحريك الجيوش. هل لدينا حدود مع فلسطين؟ كيف تطالبنا بتدخل عسكري ولا تطالب نفسك بانهاء التطبيع؟ الخيانات بدات من 48 حدود مع فلسطين. هل ايران لا الجيوش ما حركتش الجيوش؟ ايران ما حركتش الجيوش، دعمت والجزائر تدعم ماليا. معليش دير كيفنا الشعارات ونحي التطبيع. معليش غير دير كيفنا الشعارات ونحي التطبيع ودير كيما حنايا برك اضعف الايمان. اذا تحب تتكلم في وقتك ولا ننزلك؟ طيب شوف، انا اعتقد انه لو يكون في قرار عربي بدعم المقاومه، وقتها انه لما يخرج تونسي مثلا نحو فلسطين ما يتمش بحثه من قبل المخابرات المصريه ولا يتم منعه في لبنان، ولا يمشي يكون خارج من تونس. يقولوا يعني يجب يكون في قرار، يجب انه يكون في قرار. الان تقولوا لي والله العرب ضعفاء وانه ما نجموش وكذا. يا اخي ابسط شيء اضعف الايمان ما تتبعوش. ايش لازمكم على التطبيع؟ اضعف الايمان ما تتبعوش. وثانيا دعموا المقاومه حتى معنويا، دعموها ماديا، ما غير ما تمشوا يا اخي، ما غير ما تحاربوا انتم. خلي المقاومه تحارب. المقاومه مستعد. 1000 عنصر من حماس عمل يعني حل حرب في اسرائيل. الى الان ما زالت عناصر حماس يعني في قلب المناطق المحتله في فلسطين المحتله، ويعني وتقوم بأسر الرهائن وتقتل في الجيش الإسرائيلي 1000 شخص أو أقل. معليش أنا نبين لك، نطرح هذه الفكرة قصيرة ونخلي المجال للآخرين. إذا كان إحنا ما نقدموا والو، إحنا مثلا نفرض أننا قدمنا 0 فلا نقدم ناقص 100. أنتم راكم تقدموا ناقص مليون ماشي 100 برك. والدليل لماذا لازم هناك وحدة عربية؟ كيف في التطبيع مستحيل أن تكون هناك وحدة عربية؟ في 73 كانت الوحدة العربية وين كانت سهل للتدعيم مصر بالسلاح وبالأموال وحتى بالجيش.
يجب تحقيق هذه الوحده وطرد التطبيع هذا من الاراضي الاسلاميه. السلام عليكم وشكرا على الجيست خويا. طيب تفضل يا حميد، تفضل يا حميد. مع الاسف انه يتم ترويج معلومات بطريقه خبيثه لنشر هذا الشعور انه لا نستطيع هزيمه اسرائيل وانه اسرائيل متفوقه علينا ويجب ان نسلم بالتطبيع. يعني سياسه خبيثه صراحه يتم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي في الاعلام، خبيثه جدا، ويجب ان يكون في وعي عربي لمواجهه من الشعوب العربيه لمواجهه هذا الخطاب اللي يهدف الى، يعني صراحه لو شخص من المقاومه الان ومن غزه يسمع هذا الخطاب ايش تتوقعوا يعمل؟ يعني انه يجي واحد يبرر تطبيع ويقول والله احنا اسرائيل ما نجموهاش. الناس الان فاتحه صدورها امام الصواريخ وتقاوم وتجاهد، وناس عندها 4 أيام الان في وسط، يعني في وسط المناطق المحتله وتقتل في الاسرائيليين وبدون غذاء وبدون مؤونه، ويجي واحد يبرر التطبيع والله احنا ما نجموش اسرائيل ويجب ان نسلم بالواقع وبر نمشي نحارب. كلام صراحه. تفضل يا حميد، تفضل. نعم، بارك الله فيك، سلام الله عليكم. بارك الله فيك الأخ حسام على كلماتك المزلزلة والنابعة يعني من قلب رجل مسلم. يعني والله الذي نشهده حاليا منذ 2015 إلى غاية يومنا هذا، منذ التطبيع الثلاثي منذ 2020 إلى يومنا هذا، ظهر أنا أسميه مخلفات التطبيع. هذه هي آثار التطبيع. حين حكام البلدان يقومون بالتطبيع أكيد جدا سينتجون لنا أبواق تبرر للتطبيع ونخب تبرر للتطبيع، وهؤلاء النخب في كل بلد مطبع يقودون عوام الناس ويبررون للتطبيع ويزرعون سياسة وثقافة اليأس وثقافة الإحباط وثقافة الانبطاح والذل والهوان بحجة على أنه إسرائيل بعبع والكيان الصهيوني مجرد جيش قوي. وها هي المقاومة الفلسطينية الآن يعني تقوم بتدمير كل البروباغندا وبتحطيم أسطورة هذا الجيش الذي لا يقهر. يعني في ستينيات القرن الماضي وسبعينيات القرن الماضي حين كانت العرب والمسلمين قاطبة لم يطبقوا أنفسهم مع الكيان الصهيوني بإعادة من أمريكا وبإعادة من بريطانيا، هي التي صنعت هذا الكيان الصهيوني وصنعت وطبخت يعني هذه الطبخة الصهيونية، الفكر الصهيوني المتجذر في الأراضي في الحضارة الإسلامية عموما، لأنه نعرف أن الفكر الصهيوني أو الصهاينة أو اليهود يعني هم يعني نتيجة لفظ للحضارة الغربية لفظتهم ولفظت الفائض البشري وجعلت منه جسما غريبا داخل الأمة الإسلامية والقاصرة الإسلامية. يعني كما قلت لك يعني في الستينيات وسبعينيات القرن الماضي حين لم يكن هناك تطبيع للأنظمة، كانت كل الشعوب العربية قلبا وقالبا في المشرق العربي، في المغرب العربي، في الشرق، في كل البلدان الإسلامية، في كازاخستان، في طاجكستان، في أفغانستان، في باكستان، في إيران، في الجزائر، في كل بلد، في تونس، في كل بلد تجدهم على قلب رجل واحد. والدليل على أنه ليست هناك أنظمة مطبعة. ولكن منذ 1977 إلى غاية 2020 تغير منظور الأمر، لأنه أمريكا وبرعاية بريطانيا لا تلزمك بالتطبيع هكذا من أجل سواد عينيه. يعني التطبيع يخضع لشروط ويخضع لميكانيزمات وآليات تقوض من سياساتك الدفاعية عن القضية الفلسطينية. وهذا ما شاهدناه يعني في التصريحات أو البلاغات وبيانات الملكية والأميرية والدول التي طبعت عموما يعني بيانات مقتضبة الأخ حسام. يعني يمسكون عصا من الوسط، يعني يساوون كما قلت بارك الله فيك كلمة رائعة على أنه يساوون بين الجلاد ويساوون بين الضحية، يعني يساوون بين الذئب والحمل. يعني هناك عدة أساليب تغيرت بمرور الزمن وتغيرت بالتطبيع، لأن أمريكا وبريطانيا حين تفرض عليك التطبيع هناك تطبيع خماسي، تطبيع ثقافي، تطبيع اجتماعي، تطبيع عسكري، تطبيع أمني وتطبيع اقتصادي. يعني تلزمك بمبادرات وتلزمك بتمثيل سياسي وتمثيل دبلوماسي وتمثيل ثقافي من إجراء مباريات كرة قدم وسينما ومسرح وسياحة وغيرها، تلزمك على أنك تتعايش مع هذا الكيان الصهيوني. يعني الآن فترة الشعوب الإسلامية تغيرت إلى هذه المسألة، وأصبحت هناك سياسة الانبطاح وسياسة التبرير لما هو آتي من الذين سيطبعون في قادم الشهور والذين طبعوا من شهور قبلهم ومن سنين خلت قبلهم. يعني ما الذي عندك نعم يعني كلامي واضح. أنا يوصلني متقطع بعض الشيء في بعض الأحيان، مش عارف هل من الإنترنت يعني كلام، بس أنا قلت لك الصوت ساعات يتقطع، مش عارف هل مني أو السلام عليكم. من عندك أخ حسام، من عندك. نعم يعني صوتي واضح الآن؟ ممكن يلا أوكي. صوتي واضح أخ حسام؟ سوري. نعم
يعني انا اقول لك على انه يعني برزت في الاونه الاخيره يعني تطبل. اخ حسام تسمعني؟ نعم واصل. نعم الخلل من عندك، يعني لايف اون بوز، يعني الخلل من عندك الاخ حسام وليس من عندنا. يعني انا اقول لك يعني مؤخرا يعني ظهرت ثقافه جديده وهي يعني تقزيم المقاومه الشعبيه الفلسطينيه وتقزيم كل البطولات التي تقوم بها المقاومه. يعني لنفترض لنمشي في طرح هؤلاء الذين يدعون على انهم شيعه وانهم روافض وغيرها، لنفترض على ان روسيا مثلا اخ حسام هي التي تدعم المقاومه الفلسطينيه، هل يخرجون لنا ويقولون على ان روسيا ارثوذكسيه مسيحيه ولا يجوز لها ان تحرر فلسطين؟ يعني باي منطق يفكرون هؤلاء؟ يعني اذا كنت تفكر بمنطق الديني وتبحث على الوتر الحساس السني والشيعي، هذا ليس موقف يستدعي ان نتكلم في هذا الموضوع. هذا الموضوع اذا اردنا ان نختار خليفه المسلمين، اي نعم نتكلم عن مرجعيته وسنيته وشيعته، اما الان الامر يتعلق بتحرير اراضي فلسطينيه انتهكت منذ 1948، منذ وعد بلفور والوعود البلفوريه، منذ بانيرمان 1905 مرورا الى وعد بلفور 1918 مرورا الى دافيد بن غوريون الذي اعلن عن قيام كيان الصهيوني في 1948. يعني بالله عليكم كيف تفكرون؟ يعني بلد مثلا روسيا تاتي الى فلسطين وتمد لها يد العون، هل سنقول عليها على انها مسيحيه ولا يجوز لك هذا؟ يعني ليس هناك مقامات، يعني لنجعل على انه لكل حادث حديث ولكل مقام مقام، ولنسمي الامور بمسمياتها. ليس الان هو التكلم والنبش في ديانه فلان وعلان، ذلك الذي يقاوم في الاراضي الفلسطينيه والذي دخل في العمق الاسرائيلي والذي يعني اسقط اسطوره الجيش الصهيوني الذي لا ينكسر، يعني هي ايات لنا على اننا كعرب مسلمين اذا اتحدنا يعني مقاومه يعني عباره عن 1000 أو 2000 يعني فدائي يعني الحقوا اضرار جسيمه، فما بالك اذا تحالفت كل الجيوش؟ وانا عندي سؤال مهم جدا الاخ، يعني الذين يموتون ويضحون ويستشهدون في اراضي فلسطينيه هم كتائب القسام، كتائب عز الدين القسام سنه، وسرايا القدس سنه، والفصائل الفلسطينيه سنه، اذا الذين يسقطون في ساحه الوغى وفي ساحه الشرف هم سنه. لماذا لا تتكلم عن الذي يستشهد والذي يسيل دمه وتتكلم عن فزاعه وشماعه؟ اخوان مسلمين، هم من الاخوان المسلمين اصلا يعني. بارك الله فيك. نعم مربط الفرس، يعني الذي يستشهد وتسيل دمه هو سني ولا تتكلم عنه، وأنت تتكلم عن الدعم الدبلوماسي والسياسي الإيراني. هل الذي يستشهد في الأقصى والذي يموت ويسيل دماؤه في المسجد الشريف القدس الشريف ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هم إيران؟ هم فيلق القدس؟ لا، هم سنة، وهم من سرايا القدس سنة، وهم من كتائب عز الدين القسام سنة، الذين ينزفون هناك هم سنة وليسوا شيعة. لماذا تتخذون هذه الشعارات وتقولون على أنهم شيعة وتتخذون من هذا الوتر الحساس لتمرير إيديولوجية سعودية إيرانية والتنافس السعودي الإيراني الذي سيقود القاطرة الإسلامية؟ ليس هنا يجري الآن الأخ حسام تسييس المقاومة الفلسطينية بهذه الإيديولوجيات الخبيثة وهذه الأبواق الناعقة التي تخون وتقزم الشعب التونسي وتقزم الشعب الجزائري والشعب الليبي وتقزم كل الذين يدعمون القضية الفلسطينية. يعني ما الذي استفاده المطبعون منذ اتفاقية كامب ديفيد 77 إلى يومنا هذا؟ لم يستفيدوا إلا الذل والهيان والتقييد المفروض على سياساتهم الخارجية وبياناتهم المقتضبة. يعني شتان بين هذا وذاك الأخ حسام. بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك. فرض لي التربوش المغربي. لا في دور. السلام عليكم. هل الصوت ممتاز؟ اي نعم انا سامعك. نعم ممكن انا عندي بعض اول حاجه في بعض الاحيان بس. اوكي مرحبا. اول حاجه السلام عليكم. سلام عليكم. الصوت يتقطع عندي في بعض الاحيان، ممكن سينيال، ممكن مشاكل في الانترنت عندي قويه لا محاله، لكن ممكن سينيال. المهم تفضل يا تربوش. اوكي اول حاجه النصره للقضيه الفلسطينيه، لكن انا استغرب ان الحرب عند الصهاينه والنباح على المغرب، التركيز على المطبعين، لا ادري لماذا. هو التركيز على المطبعين. اسمع تهذب بالفاظك، انا لا امدح ولم اسيء لاحد. اوكي لا تقاطع. اذا تأدب بلغه الحوار ولا تتكلم يعني هكذا وتتطاول من فضلك. اوكي لا تقاطع. اوكي هو التركيز على المطبعين. تربع كي تهدر. هذا ما اقصده بالنباح. لا يا اوكي هو التركيز على المطبعين، ولكن
لحظة خلي يقول رأيه يا طربوش من غير ما تستعمل ألفاظ مستفزة. تفضل قول رأيك وخلينا يكون نقاشنا موضوعي. تفضل يا اخي 20 دقيقة وانا استمع فهمتي لكمية هائلة من الاستفزازات تجاه المغرب والمغاربة. تفضل الآن، أنا قلت لك تفضل رد. هذا هو المشكل. اوكي الفكرة ديالي الأساسية هو التركيز على المطبعين، ركزوا على كيفية دعم المقاومة ونصرة القضية الفلسطينية. أما أن تسب المغرب والمغاربة فهذا لن يزيدكم إلا حقدا. يعني العرب منذ اوكي العرب منذ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وهم يدعمون القضيه بالشعارات. لم نرى اي اجتماع لدعم المقاومه بالمال والسلاح. لا ادري لماذا. انا انتظر الى حد الان هذا الدعم الحقيقي ليس دعم بالشعارات، مع انني لا مشكله لي مع الدعم بالشعارات، لكن عندما تدخل المغرب وتدخل المطبعين وتسبهم وتنتقدهم بشكل فلسطيني اي شيء، هنا لا اتفق بشده. هذه المساله التي اريد ان اتكلم عليها. وبخصوص يعني ما ننتقدش اي تدخل فيها. نعم اعطي رايك بكل حريه، لكن انت تتدخل في المغرب. سكر الميكروفون. المغرب يطبع ولا ما يطبعش، هذه مساله سياسيه. انا نعرف انه لحظه انا نحب نسالك سؤال. انا نعرف انه الموضوع تطبيع مساله سياديه، وايضا عدم التطبيع هو مساله سياديه، انا نعرف، لكن هذه قضيتنا جميعا. وانا شفت امس فيديو لمجموعه من نشطاء المجتمع المدني في المغرب كيف حرقوا العلم الاسرائيلي امام البرلمان المغربي. وشفت يعني في مباراه كره قدم في الرجاء البيضاوي، انا ما متابعش كره قدم لكن شفت في الاخبار انه الجماهير ترفع الاعلام الفلسطينيه والعلم الفلسطينيه. تقول لي انه تطبيع قرار سيادي، لكن الا تعتقد انه التطبيع هو خيانه قضيه دين، قضيه شعب، قضيه وطن قومي فهي قضيه قوميه، اذا عندك توجه ديني فهي قضيه دينيه، اذا عندك يعني حتى قضيه. اليوم اسرائيل تمارس العنصريه الفلسطينيين. اليوم نشوفوا يا طربوش المغربي، تشوف ادخل التويتر وتشوف وسائل التواصل الاجتماعي، تشوف امريكان يعني نشطاء امريكان يعني واوروبيين فرنسيين يعني من كل الجنسيات الغربيه يقفوا مع الشعب الفلسطيني، بينما احنا مع الاسف تجد عرب ومسلمين او حتى مش عرب امازيغ هم مسلمين يقفوا مع اسرائيل ضد المقاومه. يعني هل هي مخطئه؟ هل هي اللي ظلمت؟ مش هي اللي ظالمه، تدافع عن حقوقها، تدافع عن شعبها، تدافع عن مقدساتها، تدافع عن المسجد الاقصى. صراحه والله لو كان يسمعكم الان مواطن من غزه ممكن يوجع قلبه من الصواريخ وما يخافش من الصواريخ اللي نازله عليه، لكن بصراحه يشعر شعور سيء من هذا الكلام اللي نسمعوا فيه الان في وسائل التواصل اللي يبرر التطبيع. اوكي معليش حسام قطعك ولا كمل. قرار يطعن الشعب الفلسطيني. ايه تفضل انا كملت تفضل. شوف كل الدعم للمقاومه الفلسطينيه، انا كمغربي اريد النصر لفلسطين ومزيد من الدمار على اسرائيل. انا لا ابرر التطبيع، انا اقول لك ان المغاربه مطبعون مع شيطان فهمتي على وجه الارض. انا ما عندناش هذا المشكل، نعرف ونعي تمام الوعي اننا مطبعون مع كيان يستغل الاراضي الفلسطينيه ويحتلها ويقتل يوميا الشيوخ والاطفال وناس براء في فلسطين. اما اذا تكلمت عن العلاقات وتكلمت عن الوازع الاخلاقي للتطبيع فستقع في معضله اخلاقيه، لاننا سنجد انفسنا لدينا علاقات مع شياطين وليس شيطان واحد. امريكا، فرنسا، روسيا، ايران كلها شياطين على وجه الارض. لذلك ان استخدمت الوازع الاخلاقي في العلاقات مع الدول فستقع في معضله اخلاقيه. اما اذا تكلمت عن الدعم فكل دعمنا للاخوان الفلسطينيين، اكيد لن ادعم اسرائيل على حساب في ده. اظن ان اخي حسام فهم المقصود. طيب واضح، شكرا لك. تفضل. طيب وصلت الفكره. تفضل يا نجم، خليني نكمل مع اللي جالس الموجودين واعتذر من البقيه. السلام عليكم. تفضل يا نجم. هاك تسمع فيا الاخ حسام؟ عليكم السلام. سلام. والله انا حبيت ديما باش كنا دخلنا في واحد المواضيع تاع التطبيع تاع الامور تاع كذا حبينا لازم نوجهوا البوصله تاعنا باش نساندوا المقاومه تاعنا، مقاومه الشعب الفلسطيني، نساندوا نشوفوا الانجازات اللي راهي على الارض، نشوفوا يعني النصر هذا الاستراتيجي اللي راهي دايرته المقاومه،
انها توغلت في داخل اراضي العدو، كيفاش راهي الامور تمشي، الجنون اللي اصبح حاكم العدو، والقصف ما اصبحش يقصف في طيب ادخل لنا انت في هذا الموضوع ديريكت يا نجم، اعطينا هذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع الاخ حسام، وما يدخلونا في واحد السواق انا ما نحبهمش. قلت لك شوف الاخ حسام، يلا معاك انت يلا. اوكي شوف الاخ حسام، اليوم يعني شوف تطور جديد. التطور الجديد الاول هو انه المقاومه الفلسطينيه بقياده كتائب عز الدين القسام ادخلت سلاح جديد هو المضاد الجوي. اليوم استعملوا صواريخ متبر 1 ومتبر 3 يعني، وهذا راهو اصبح ياثر على القصف الجوي الاسرائيلي، واصبح عشوائي وهمجي ويقصف في اي مكان، لانه اصبحوا يقصفوا من مسافه 35 كيلومتر. هذه الاولى. هاي المعطيات، هاي الامور، هاي التفوق، هاوليك النجاح والراحه. الحاجه الثانيه هو انه لحد الان العدو الصهيوني ما قدرش يسيطر على المناطق اللي المقاومه تغلغلت فيها. الحاجه الثالثه، هذا دليل انه العدو الصهيوني ما راحش يقدر يدير اجتياح بري، لانه المعركه راهي في الاراضي تاعو، ما هيش داخل غزه راهي تقصف بالطيارات. لكن هو يهدد يهدد الان، اصبح هو يهدد يقول انه يجهز في نفسه للغزو البري. ما قدرش يعمل حزام بري. الان كيفاش؟ شوف الحزام البري من الناحيه العسكريه اللي يبنيه. لا سؤالي انت تعتقد انه فرضيه الغزو البري ضعيفه تعتقد؟ لازم لها ايام. خلاص هذاك تاع كما شفنا في الحروب السابقه 48 ساعه يعمل الطوق الامني البري ويبدا التمهيد المدفعي ومن بعد يدير التوغل. خلاص القاعده هذه تبدلت، فهمت؟ تبدلت القاعده تغيرت، وهذا دليل على القصف تاعو العشوائي والهمجي اللي راهو، فهمت؟ انه تشوف العدو اصبح يفعل في واحد المصطلح يستعملوا باتريون، واي المصطلح انه حتى الاسرى اللي راهم عندهم قابلين للقتل. فهمت ولا ما فهمتش؟ العدو الان في حاله تخبط. الجيش الاسرائيلي هذا الفزاعه، هذا بيت العنكبوت، راهو في حاله تخبط. لحد الان ما قدرش يبني خط هجوم، ما قدرش، راهو في داخل في معارك في الاراضي اللي مسيطر عليها هاو الامور وين راهي تمشي. لازم نكونوا ندعموا ونساندوا معنويا واعلاميا، ندعموا المقاومه اللي راهي على الارض والمعنويات. انا نشوف الفلسطينيين القصف باسلحه محرمه دوليا، والناس تقوم بعمليه الاسعاف وتخرج الجثث والموتى، وحنا هنايا واحد طالع يقول لك التطبيع الاخر ماشي التطبيع الاخر. حنا خلينا نشوفوا النصر الاستراتيجي. حاجه واحده اخرى، التواجد الامريكي في البحر الابيض المتوسط اللي راهو جاي، ديروا مليح في بالكم باللي امريكا تواجدها هو لارسال رساله الى ايران، اما انها راح تدخل في المعركه ما تدخلش. الدعم بالسلاح راني معاك يا حسام، الحليف الاستراتيجي تاعها، لكن ان تدخل في المعركه. زيد كاينه حاجه واحده اخرى، ما تنساش باللي راح يكون احتكاك وخطر كبير شديد في المنطقه، هو تواجد الاسطول الروسي في ميناء طرطوس اللي يعينوا على مضيق قناه سويس. وهذا الاحتكاك راح يخلي انه القوه الامريكيه اللي راح تكون مجوازه راح تكون حذره بالكثير، لانه كاين توازن قوى عالميه. وما تنساش باللي امريكا الان في صراع مع روسيا، في صراع مفتوح في اوكرانيا، وروسيا يمكنها تستغل الوضع هذا لتستمر لمصلحتها هذا الاحتكاك. دونك الامور راهي كما نقولوا راهي متشعبه من كل اتجاه. الحاجه الوحيده اللي لازم يعرفوها الناس انه ما قامت به المقاومه الفلسطينيه يمكن نقول لك حتى بعض الجيوش العربيه ما تقدرش ديرها، الا جيش او جيشين في الوطن العربي اللي خاضوا حرب 73 اللي هو الجيش الجزائري والجيش المصري. حاجه
حاجه واحده اخرى اللي يقول لك يعلم ويقول لك الجزائر كانت من اول مدعمين للقضيه الفلسطينيه، والقوه العسكريه اللي دعمت الفلسطينيين في القضيه تاعهم في حرب 73. الجزائريين كانوا الاول والسباقين بالوحده 8 مدرع وفرق الصاعقه، واللي اثبتوا للعدو الاسرائيلي التفوق تاعهم. شوف كاين حاجه اللي لازم يعرفوها، ما لازملكش غير السلاح، لازم لك تانيك القوة القتالية، العزيمة القتالية. فهمت؟ المقاومة الفلسطينية عندها العزيمة والإيمان، راهي تقاتل وتحارب من أجل قضية. دونك العزيمة القتالية تخليها تتفوق حتى وكان الجيش اللي يكون مقابلها عنده الملاف. وشنو رانا شفنا تطور جديد، أنه أصبحت المدفعية الإسرائيلية معرضة للقصف في أي مكان. الآن المقاومة المقاومة أصبحت تمتلك مضادات للدروع ومضادات للطائرات الهليكوبتر اللي راهي تستعملها في الميدان، وراهي تحيد حتى طيران الهليكوبتر ما دخلش في المعركة كما كان في السنوات الماضية. كاين أمور بزاف تطورت. ممتاز يا نجم ممتاز، وان شاء الله يا رب ينصر المقاومه الفلسطينيه، وان شاء الله تواصل الجزائر في هذه الملحمه. شوف الجزائر بشعبها وبقيادتها كاع مع فلسطين ظالمه او مظلومه، هذه قاعده ما نخرجوش منها احنا من سنوات. بارك الله فيك والسلام عليكم. طيب تفضل يا وعليكم السلام. تفضل يا السلام عليكم اخي حسام، تحياتي لك. اولا احيي الشعب التونسي والشعب الليبي والشعب الجزائري على الموقف الواضح. يا أخي حسام، أنا أستعجب كيف النصر والاستشهاد في غزة والفرحة في غزة والكيان يحتضر ويموت والحزن في المروك. أنا هذا الشيء ما قادرش نفهمه، كيف الشعب المروكي اليوم راح حزين بنصر المقاومة في فلسطين. أما طيب خلينا من المغرب الآن، خلينا من المغرب. لا مش نتكلم، والله نتكلم عن المغرب اللي قالنا عليه ماجد. لا خلينا في التوجه اللي قالنا عليه ماجد. شوف هذا اللايف انا والله تو قاعد نشوف فيه في المشاهدين ونرحب بالناس الكل، يعني وصل حتى ال 1200 في من عديد الجنسيات. ما نقصوش اللايف كان مغرب الجزائر. اليوم احنا مع المقاومه الفلسطينيه، اليوم نحبوا نرسلوا رساله لجميع الناس في كل الدول العربيه انه يجب عليهم، مش يجب يعني انه نفهموهم انه في خطوره كبيره في التعاطي مع بعض وسائل الاعلام اللي تحاول تقولنا انه المقاومه ما هيش باش تنجم في اسرائيل، وانه يجب ان نسلم بالتطبيع، وانه التطبيع هو الحل. هذا اخطر شيء، وهذا اخطر من الحرب ومن المعركه العسكريه. المعركه الاعلاميه هي اخطر من المعركه العسكريه، اخطر من السلاح، الكلمه اخطر من السلاح. فانا اليوم نحب ندعم المقاومه الفلسطينيه. انا شخصيا نرى انه المقاومه هي الحل. مع العدو الصهيوني لا يوجد أي حل، لا تطبيع ولا دبلوماسية ولا سياسي، لأنه إسرائيل لو أرادت أن تعطي حقوق الشعب الفلسطيني لا أعطتها منذ سنوات ولا استجابت للقرارات الدولية. لكن إسرائيل دولة مارقة، دولة عنصرية، دولة مجرمة، لا يمكن أن تعطي حقوق الشعب الفلسطيني. فعلى جميع الناس في كل الدول العربية كل من مكانه أن يساهم اليوم معنويا بالكتابة بالتعليق بالرأي في دعم المقاومة الفلسطينية ودعم هذا توجه المقاومة ومقاطعة أي توجه للتطبيع مع إسرائيل. تفضل يا أخي حسام، للتصحيح فقط، ليست دولة بل هو كيان. للتصحيح فقط، هو كيان مزروع منذ 1900. صحيح. لا الله يرضي عليك أخي حسام، هو كيان مزروع منذ 1907، وأنت تعلم جيدا الركائز تاعو الثلاث، تعلمها جيدا، لا أشك في ذلك. يا أخي حسام، الجزائر أنت تعلم جيدا أن الجزائر 1988 أعلنت دولة فلسطين من دولة الجزائر، ونظرا للتطبيع وخيانة العرب فالأمر سيطول جدا. أنا حبيت نقول لك يا أخي حسام ولكنك قاطعتني، ما خليتنيش نوصل الفكرة. البارح أنا شخصيا طالعت على فليت رادار 4 طائرات قلعوا من تل أبيب وجهة الرباط، واليوم 3 طائرات. معناتها واش راني نقول لك يا أخي حسام، التطبيع ليس من باب العبث، التطبيع راه مخطط له.
التطبيع راه حاجة خطيرة تضر القضية الفلسطينية والله العظيم. ولو لم يتراجع المطبعون على ما يفعلون كجرائم في حق الشعب الفلسطيني والله لن نتقدم أخي حسام. أنا متعجب كيفاش المروكي اليوم يطلع يبرر ويفرح لما يسمع حاجة يعني أضرت بالشعب الفلسطيني، ولما يفرح الشعب الفلسطيني وإحنا كشعوب سواء توانسة أو ليبيين أو جزائريين فيقولوا كيف الجزائر لم تفعل شيء، كيف تونس لم تفعل شيء. وشكون اللي قال لك وراء الستار ليلى هو مع الأسف ليس هو البعض. احنا مصطفى نتحدث عن البعض ولا نتحدث عن كل الشعب المغربي، لأن الشعب المغربي مع فلسطين، معظم الشعب المغربي مع فلسطين. ثانيا في الإماراتيين أيضا، تشوف بين الإمارات بين صراحة كأنه إسرائيل يعني كأنه يا أخي حسام أنا لا أعمم يعني كأنه صهيوني هو الذي كتب البيان. أنا لا أعمم أخي حسام، لغة التعميم هي لغة الجهلاء، أنا لا أعمم. ولكن الساعة ذكرت بأن تم هناك احتجاج وحرق العالم الصهيوني، الكيان الإرهابي قتلة النساء والأطفال أمام البرلمان، ولكنك لم ترى بأن هناك جنود مغاربة في صفوف الجيش الإسرائيلي قتلوا، وهناك جواسيس تم تجنيدهم في 2022 للتجسس المقاومة في فلسطين في غزة بالذات. هل هناك مروكي يفرح بهذا أخي حسام؟ بالله عليك لا. يعني الجزائر استطاعت أن تشمل المقاومة في الجزائر، وأنا كجزائري أرى أن هذا الثمرات بدأت تظهر. والأخ الساعة قال لك الأمريكان لا تنخرط مباشرة في الحرب. يا أخي أنا أرى مجرد تواجد حاملة الطائرات في البحر الأبيض المتوسط هو انخراط علني ويعني مباشر في الحرب. لماذا الأردن لم يقل كلمة لحد اليوم؟ لأنه مطبع. نرى أن هناك تحركات في الجنوب لبنان، متبع ويساند الامريكان يقوموا بتزويد الجيش الاسرائيلي بالذخيره انطلاقا من الاردن مع الاسف. انا نضيف لك لماذا هنا يعني سمعت اليوم من فرنسا هناك طائرات حملت جنود الاحتياط من فرنسا ومن ألمانيا ومن إسبانيا. فلماذا نحن العرب لم يكن لنا طائرات أن نذهب إلى فلسطين؟ نحن جاهزون لأنه هم يخوفهم الموت، ولكن احنا تفرحنا الشهادة. يا أخي حسام الإنسان يفهم لما احنا ما نتكلموا بالعاطفة، رانا نتكلموا يعني بالواقع. لما تشوف المروكي يفرح لما يقول لك الجزائر. يا أخي أنا نعطيك بالتالي ننتهي مع قضية الفلسطينية وسيأتي دوركم وسننظف المروك من الدنس. السلام عليكم يا أخي حسام وشكرا على المساحة. نعم شكرا. يعني أيمن يقول لي أنا فلسطيني. لحظة حميد، أنا مضطر نغادر الآن. أيمن أنا عملت لك إضافة إن شاء الله مرة أخرى أو في المساء ربما نعمل لايف. أنا الآن مضطر نغادر. شكرا لكم.